تحية فواحة أحلى منها الزهر لكل متابعي الأوفياء في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم على قناتي الطبخ مع زهور. أقدم لكم اليوم أسهل وأسرع وأجمل معسلة تحضرونها في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، أو في أي مناسبة لديكم، بأسهل طريقة تحضر في دقائق معدودة بدون تعب أو ملل، بطريقة جد سهلة ومبسطة رائعة شكلا ومذاقا سيعشقونها كل العائلة بمذاق يستحق منكم التجربة. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا عليه بالاشتراك والدعم لقناتي لكي يصلكم دائما كل جديد. أولا نحتاج إلى ورقات من البسطيلة، وتكون مدهونة جيدا بزيت المائدة. على طاولة العمل نأخذ 3 ورقات، نضع الورقة الأولى ندهنها قليلا بزيت المائدة، ثم نضع فوق الورقة الثانية والورقة الثالثة كما هو موضح في الصورة. نأتي بإطار في الحجم المتوسط ونشكل دوائر بهذه الطريقة، بعدها نقطعها بالسكين أو بالجرار. وهكذا نكون قد حصلنا على 3 دوائر في مرة واحدة. بالنسبة للطريقة الثانية نأخذ 3 ورقات كما في الأول، ثم نطويها على هذا الشكل ونحصل على 6 دوائر في مرة واحدة كذلك. وبهذه الطريقة نكون قد ربحنا الوقت أحسن من الطريقة الأولى. بالنسبة لفائض عجين البسطيلة لا نرميه، بل سنستعمله في المراحل المقبلة. نأتي بقالب مخصص للكب كيك يكون بالحجم الصغير أو بالمتوسط، ونضع 3 وحدات من دوائر عجين البسطيلة. والطريقة جد سهلة وسريعة موضحة لكم من خلال هذه الصور. وللحشو نحتاج لأي مكسرات متوفرة لديكم. أنا استعملت القليل من اللوز المقلي والمجروش إلى حبيبات غليظة، وأضفت 150 جرام من الجوز القرقاع مجروش كذلك إلى حبيبات غليظة. يمكنكم كذلك إضافة الفستق الحلبي البيستاش مجروش أو غير مجروش، أو رقائق اللوز أو أي نوع متوفر لديكم. نضيف ملعقة صغيرة غير مملوءة من مسحوق القرفة وملعقة كبيرة من ماء الزهر، ثم نخلط هذه المكونات.
ثم نأتي بهذه الحشوة ونملأ جميع الدوائر المتوفرة لدينا، ونحتاج إلى ملعقتين كبيرتين مملوءتين من هذه المكسرات، وتبقى دائما هذه الأحجام على حسب قياس الكب كيك المتوفر لديكم. ندخل القالب للفرن وهو مسخن مسبقا على درجة 180 مئوية. نشعل عليه فقط من الأسفل لأن الحشو به مكسرات محمصة من قبل. بعدما تذهب لنا جميع ورقات البسطيلة وتكون مقرمشة نخرجها فورا من الفرن. نأتي بالعسل ونسقيها مباشرة وهي ساخنة. بعدما سقيتها بالعسل ووضعت القليل من الفستق واللوز المجروش من الفوق فقط للشكل، ونضعها فوق مشباك لكي نتخلص من العسل الزائد. ونعيد نفس الطريقة لباقي الورقات المتبقية لدينا. بالنسبة لفائض عجينة البسطيلة نستعمل بهذا الشكل، نقطع إلى أجزاء ونملأ به جميع وحدات الكب كيك بنفس الطريقة. بالنسبة لهذه المرة الطريقة مختلفة. ندهن ورقات البسطيلة بزيت المائدة أو بالزبدة المذابة، ندخلها للفرن وهي فارغة بدون حشو. بعدما نحصل على ورقات مقرمشة نخرجها من الفرن، ثم نحشوها بالحشوة السابقة ونسقيها مباشرة بالعسل. ويكون هذا هو شكل معسلتنا لهذا اليوم بطريقة جد سهلة وغير متعبة، تأخذ معكم دقائق معدودة بطريقة سريعة وسهلة بمذاق وشكل أكثر من رائع. يمكنكم أيضا إضافة المكسرات من الفوق وتزيينها بالشكل الذي ترغبون به. وتقدم هذه المعسلة في شهر رمضان المبارك أو في جميع المناسبات على مائدتكم لأسركم وعائلتكم بالصحة والهنا. أرجو أن يعجبكم اقتراحي أو وصفتي لهذا اليوم، وأن لا تبخلوا على الاشتراك والدعم لقناتي لكي يصلكم دائما كل جديد. والحين أترككم في أمان الله وحفظه، وأستودعكم الله دائما الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة بمشيئة الله.